Bravo ajansı geldi. Ha? Tamam. رايح فين يا ابني؟ روح يا ابني. وبرضه تصور انت طالع برضه. ثواني دقيقة واحدة أتكلم معاك. تتابع رئاسة المدينة ولا شركة المية؟ شركة المية. شركة المية. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 3:30. 3:30 ولا؟ الساعة 4:10. 4:10. تمام. طيب الموضوع الكارثة اللي احنا فيها النهارده شايف حلها ان شاء الله هتحل على الصبح ولا؟ بإذن الله الصبح كل ده هيبقى محلول، مية وصرف وكله بإذن الله. في كام عربية شغالة دلوقتي؟ حاليا في بتاع 8 عربيات شغالين. 8 عربيات. 4 من البلد و4 من شبين. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بك يا زمدو. اديني فكرة عن الموضوع ايه اللي حصل بالظبط؟ والله انا كنت خارج البلد ولقيت اخويا بيكلمني بيقول لي الدنيا بتمطر والبلد غلقان، فحتى ما تخيلتش الوضع. قال لي خلي العربيه بره الشارع، جيت لقيت الوضع زي ما حضرتك شايف كده في شارع التراب. الوضع الدنيا ميه واقفه، الدنيا واقفه معديه على نص متر. بالظبط شارع التراب كده منصوب وواطي وهو على طول كده. جينا لقينا المجاري ضربه عندنا في البيوت. يعني المشكله ان احنا مش بننشل ميه المطر بس، لا ده المجاري ضربه في البيوت. البلاعات نفسها ضرب في البيوت. ايه المشكله؟ البلاعات اللي بره مليانه وضربه في البيوت بقى، فانت كده البيوت فيها ميه صرف، فمهما تنشل في ميه موجوده برضه. بس احنا عارفين ان شبكه الصرف فيها مشكله، لان كده الصرف ضارب في البيت، فطالما الصرف ضارب في البيت يبقى بره عطلان. فاهمني؟ والا كان يعني بدل ما الموضوع بيمشي الصرف من البيت للشارع، لا الموضوع رادد من الشارع للبيوت. فاهمني؟ لدرجه ان انا جيت لقيت متر في الشارع دي لقيت طبعا انا جيت لقيت الشقه اللي تحت عندي غرقانه والبيت غرقان، والحمد لله احنا يعني المهم تواصلنا مع شبكه الميه والصرف. بصراحه من ساعه ما جينا محدش جالنا الا من شويه. جه الباشمهندس مشكور بصراحه، الباشمهندس محمد راجل مشكور بصراحه، هو رئيس الفرع بصراحه. جه من شويه وجاب العربيه حتى بتاع الفرع للبيت اللي جنبنا كان غرقان، نشرت منه، والراجل تعهد انه مش هيمشي الا لما يسلك الخط كله، وحتى قال للناس لازم تسلكوا الخط كله. من ساعه ما حصل الموضوع ده وانا تواصلت بالطوارئ بتاع الميه، ورحت لشركه الميه هنا برضو صرف الصحي يعني وبلغتهم لا بلغت طوارئ شركه الميه والصرف الصحي هنا ان عندي البيت غرقان كذا كذا، وفعلا ما حدش جه بصراحه. ما حدش جه يعني فاهمني؟ ولا العربيه جت، والعربيه جت الشارع التراب هنا كذا مره وما جاتليش، ورحت وراهم تمام لغايه ما جه المهندس محمد. بصراحه الراجل مشكور، تعهد انه هيحل المشكله، فاحنا بنتمنى ان المشكله تتحل وبنتمنى ان المشكله ما تتكررش. طب اتصلت بالطوارئ؟ اتصلت بالطوارئ كذا مره. فاهمني؟ ده على مدار بقى كل ساعه كده ولا كل ساعتين بتصل. بس احنا نتمنى ان نلاقي حل لمشكله شارع التراب. شارع التراب ده شارع رئيسي، ومع احترامي يعني ابدا من الاحياء الاموات اللي فيه اللي غرقوا. نعم. يعني الاموات اللي في اول الشارع اللي غرقوا، اللي كل واحد قاعد في بيته دلوقتي متدفي، والاموات اللي احنا اهالينا اللي كل واحد هتلاقيه عايم، يعني بدل ما الناس تكرم في نهايه يعني حياتها لا الناس دلوقتي يعني وهي في بين يدي الله، وهي في دار الحق ونحن في دار الباطل، والناس دلوقتي في ترابها متبهدله. فلازم يتجد حل للموضوع ده. يقول لك اصل صرف الباجور صارف هنا، ان شاء الله يكون المحافظه كلها. انت عندك شبكه وعندك مخطط لها وعارف الصرف بيبقى من هنا لهنا على اساس ايه. مش قد الموضوع ده انك تحيد هنا ما تصرفش من الباجور على هنا زي ما بيقولوا ده، لان كان الكلام ده صحيح يعني. طب ايه اللي وصل ماء للبيوت؟ من كتر الميه، من نطره. من نطره. طب الشارع كده المنظر اللي قدامك ده هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ ما احنا شغالين اهو، بنشد بالعربيات وشغالين. يعني في امل عصر سهل يعني ان شاء الله ساعتين زمن ان شاء الله مش هنلاقي اي حاجه. هي النطره كانت جامده وكانت زياده.